تعثر جديد للترجي في الحديقة باء أمام المصري البورسعيدي. شهدت الحديقة باء مساء الأمس مباراة ودية جمعت بين الترجي الرياضي التونسي ونادي المصري البورسعيدي، وانتهت بفوز الفريق المصري بهدف دون رد. دخل الترجي هذا اللقاء تحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري في إطار تحضيراته للموسم الجديد، ساعيا لتجريب بعض العناصر الجديدة وإيجاد التوازن المطلوب داخل المجموعة، ورغم الاستحواذ النسبي على الكرة وخلق بعض الفرص، فإن غياب النجاعة الهجومية وغياب التركيز في الخط الخلفي سمح للفريق المصري بتسجيل هدف اللقاء الوحيد. الكنزاري واصل منح الفرصة لعدة أسماء شابة، لكن الأداء العام لم يكن في المستوى المأمول، ما جعل الجماهير تطالب بتحسين الأداء قبل انطلاق المنافسات الرسمية. نتيجة اللقاء لا تعد مقياسا نهائيا، ولكنها جرس إنذار مبكر يدعو إلى المراجعة والتدارك السريع، خاصة على مستوى التنسيق الدفاعي ونجاعة الهجوم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة استوديو الرياضة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد حول الترجي الرياضي التونسي